مساء الرعب. أهلا وسهلا بيكم في رعب آخر الليل. قصتنا النهاردة عن ساحرة شريرة. بس يا ترى الساحرة الشريرة دي حقيقة ولا خرافة؟ هنعرف. يلا بينا نبدأ حكايتنا. من مئات السنين كانوا بيقولوا إن في غابة مهجورة ممنوع حد يقرب منها. الناس كانوا بيقولوا إنها مسكونة بروح الساحرة الشريرة اللي حرقتها القرية زمان، لكن نار الحقد عمرها ما بتنطفي. ليلى وصحابها قرروا يعملوا مغامرة، يدخلوا الغابة بالليل عشان يثبتوا إنها مجرد خرافة. ضحكوا وقالوا هو في ساحرات في الزمن ده؟ لكن أول ما دخلوا كل حاجة سكتت. صوت العصافير، صوت الريح، كأن الغابة بتحبس أنفاسها. وهما ماشيين لقوا كوخ خشب قديم بابه متاكل والشموع منورة من غير ما يكون في حد. ليلى قربت، لقيت نقش على الباب. اللي هيفتح الباب هينشر لعنتي من جديد. صحابها ضحكوا وفتحوا الباب. أول ما الباب اتفتح الشموع انطفت وصوت ضحكة خبيثة ملا المكان. جوه الكوخ مرسوم على الحيطان رموز غريبة بالدم، وعلى الأرض عظم كتير. فجأة المراية المكسورة نورت ووش ست عجوزة مجعد ظهر جواها. قال بصوت مش طبيعي: أخيرا رجعت. المراية اتكسرت وخرج منها دخان اسود بدأ يتجمع على شكل جسم. ظهرت الساحرة الشريرة. الساحرة مدت ايديها طويلة بضوافر حادة وقالت: واحد منكم هيكون جسمي الجديد والباقي قربان. ليلى واصحابها جريوا، لكن الأشجار بدأت تتحرك وتقفل عليهم الطريق، وصوتها كان بيتردد في ودانهم: محدش هيهرب مني، محدش. ليلى وقعت، ولما بصت وراها لقت الساحرة واقفة جنبها. وشها غريب، عينيها حمرا ولسانها طويل زي الحية. الساحرة قربت منها وهمست: أنا اخترتك، جسمك هيبقى جسمي. في اللحظة دي ليلى صرخت، لكن صوتها اتحبس. عينيها بقت سودة وضحكتها بقت مرعبة. الساحرة استولت على جسمها. بيقولوا إن من يومها ليلى رجعت للقرية، لكن ما بقتش ليلى. كل اللي يشوف عينيها يقول إني شاف فيهم جهنم. لو قابلتها في الشارع وهزت لك راسها بابتسامة اعرف إن الساحرة لسه بتدور على ضحية تانية. القصة لسه ما خلصتش، الساحرة لسه مستنياكم في الجزء التاني، واللي جاي أرعب وأخطر.